الأخبار الموجزة ليوم الخميس. يقول المتحدث الرسمي للإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد: تم اليوم توقيع عقد استخراج النفط في نهر آمو مع شركة صينية سيبيك. بموجب هذا العقد يتم استخراج النفط من مساحة 4500 متر مربع تغطي المقاطعة الشمالية 3 ساربل وجوزجان وفارياب. سيكون المعدل اليومي لاستخراج النفط من 10,000 إلى 23 طن. ستستثمر هذه الشركة ما يصل إلى 150 مليون دولار في السنة الأولى، مما سترتفع إلى 540 مليون دولار في 3 سنوات. تكون الإمارة الإسلامية شريكا بنسبة 20% وسترتفع هذه الحصة إلى 75%. يتم توظيف 3000 مواطن أفغاني في هذا المشروع. هناك شرط مهم للغاية في هذا العقد مع الشركة الصينية سيبيك لاستخراج النفط، أنه إذا لم تفي الشركة بجميع ما وعدت في العقد خلال عام واحد فسيتم إلغاء العقد تلقائيا، والمدة الإجمالية لهذا العقد تكون 25 سنة. خلال 3 سنوات الأولى يتم تنفيذ كل من الاستكشاف والاستخراج، وبعد 3 سنوات يستمر الاستخراج فقط. بمساعدة هذه الاتفاقية سيصبح اقتصاد أفغانستان أقوى ويصبح أقرب إلى الاكتفاء الذاتي من النفط. في الأشهر الستة الأولى من عام 1401 هجري شمسي قضت محاكم مقاطعة غزني 1258 قضية مختلفة، وأصدرت 1619 وثيقة. عقدت بلدية كابول لقاء توعية مع ممثل المنطقة الثامنة وعلمائها وشبابها. أعلنت وزارة المالية إلغاء استمارة تحويل البضائع التجارية في جمارك بلخ وأقينا وقندوز.